بيراميدز قدامه فرصة العمر للحصول على بطولة. اوعى تكون فاهم ان تصريحات رمضان صبحي وممدوح عيد على انهم بيسعوا للحصول على دوري ابطال افريقيا والدوري العام المصري دي تصريحات لطق حنك كده، ولا مجرد طموح من بتاع زمان. بيراميدز بدأوا يشتغلوا بجد وبدأوا يشتغلوا صح وبدأوا يشتغلوا في بناء فريق قوي. افضل فريق عمل صفقات، افضل فريق اشتغل على بناء فريق للمستقبل السنه دي. بيراميدز هيستخدم الزخم وحجم المباريات الغير طبيعي اللي هيكون مطلوب من النادي الاهلي خوضه، واللي يعني في بعض الكلام انه هيوصل ل 90 مباراه. 90 مباراه يعني انت عندك كميه ضغط بدني وذهني ونفسي على اللعيبه والجمهور والاداره غير طبيعي. في ظل تراجع مستوى نادي الزمالك، في ظل ان فيوتشر باع اهم نجومه لبيراميدز، في ظل ان مفيش على الساحه فريق قوي قادر على مقارعه الاهلي الا بيراميدز، فبيراميدز قدامه فرصه العمر للحصول على بطوله اولى في مسيرته وتاريخه. واعتقد انهم شغالين على ده، واعتقد كمان انهم هينجحوا في ده. بس اهم ما في الموضوع بالنسبه لي كاهلاوي، الدوري العام المصري ودوري ابطال افريقيا بتوعي ما ينفعش يخرجوا مني. ياخد كاس مصر، ياخد رابطه، ياخد اي حاجه، ما عنديش مشكله، لكن لازم انا كاهلاوي اكون محضر ومرتب اولوياتي ترتيب جيد، علشان لو البطولتين دول حاجه منهم راحت حقيقي هيبقى الفريق ده بقى بيمثل تهديد قوي للنادي الاهلي. السلام عليكم.